السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الطراز الكلاسيك، هنتكلم ان شاء الله في الحلقة دي عن الطراز المودرن. هنقول ان هو بدأ من بعد الثورة الصناعية وبداية القرن العشرين. بيعتمد على تبسيط الأشكال ونبذ الزخارف منها، عكس طراز الكلاسيك المزدحم بصريا. بنقدر بقى نميزه بقطعة مميزة. زي ايه؟ زي مثلا لوحة فيها رسمة غير مفهومة، أو طاولة غريبة الشكل، أو أساس متعدد الاستخدام. بيستخدم مساحات كبيرة من الزجاج ليتم الاستفادة من المناظر الطبيعية المحيطة. الأساس المودرن بيتميز بالأشكال الهندسية القوية ذات المظهر الأملس بلا نقوش على الخشب، وأيضا الأساس المودرن بيبقى حجمه صغير. أما الأقمشة بتبقى سادة ليس بها أي زخارف. الطراز المودرن بيعبر عن جيل الاختراعات والابتكارات ومحبي الفن الحديث، فلو كنت منهم انت برضو هتحب المودرن. مناسب جدا للمساحات الصغيرة، لأنه كستايل ديكوري بيعطي انطباع بكبر المكان، بيحسسك ان المكان واسع. وهو مناسب ايضا للاشخاص العمليين، لانه غير مكلف ماديا وسريع في تنفيذه لبساطته وقلة تفاصيله. بيوفر وقت وبيوفر فلوس، عكس الكلاسيك. بيعتمد في اكسسواراته على المعدن اللامع كالستانلس ستيل او الازاز. استودعكم الله، واشوفكم الفيديو القادم مع ستايل مختلف من ستايلات الديكور. ودلوقتي اسيبكم مع الصور. شكرا.